طب دلوقتي في محررات بقت بتتبعت على النت اونلاين، مثلا ناس بتمضي عقد وناس بتعمل مش عارفه ايه. هل التحريف فيها او التزوير فيها، وفي ناس بتسميه تزوير الكتروني، هل ده قضيه من قضايا التزوير ولا بتندرج تحت حاجه غير التزوير؟ هو خليني اقول لسيادتك ان هو التطور التكنولوجي امم اللي هو موجود دلوقتي واللي بنشهده، والتطور السريع في التكنولوجيا امم والامور السريعه جعلت المشرع يعني حاول ان يجابه وان يواكب هذا التطور بالنسبه للقوانين، فاصبح لدينا جرائم جديده واصبح لدينا ايضا قوانين جديده تمام. زي جرائم تقنيه المعلومات مثلا، اه زي جرائم الامن السيبراني وغيرها من الجرائم صحيح. من القوانين امم اسف. فهذه هذه الجرائم ادرج لها قوانين جديده خاصه امم بها، فاحنا التطور التكنولوجي جعل التشريعات المصريه في يعني تريد ان تواكب هذا التطور، فاصبح المستندات الالكترونيه دي او الوقائع، يعني انا عندي مثلا توقيع الكتروني ده بيعتد بيه مثلا، امم فهذه المسائل لربما يكون لها حجيه في الاثبات، امم واعترفت بها التشريعات المصرية في شأن حجيتها في الإثبات، امم وأعطتها هذه المنحة في شأن أن تكون، لأن هو كان قبل كده جرائم التزوير وهذه الأمور وفقا للأمور الورقية واللي هو التزوير التقليدي بالنسبة للمحررات بقى التوكيلات بتاع الشهر العقاري، نزور رخصة قيادة أو حاجة، لكن التطور ده وبعد أن أعطى المشرع المصري هذه الأمور الإلكترونية حجية في الإثبات، فبالطبع إذا ما كان لها حجية في الإثبات فقطعا يجوز تزويرها، تمام. فتعد من قبل او مشموله معانا في قانون في جرائم التزوير، لكن هو الفرق بينها وبين التزوير التقليدي اللي الناس او اللي هو متعوده الدارج في عليه او الشارع. الدارج. اه هو السلوك الاجرامي نفسه، سلوك مستحدث السلوك مودرن. الاجرامي نفسه، اه وده يعني بالمناسبه الجرائم دي صعبه الاكتشاف، لان طبعا. هو مع التطور التكنولوجي اللي احنا بنعيشه والصراع اه المستمر للاسف الشديد. ممكن ان الشخص الفاعل في هذه الجريمه يستطيع ان يخفي الجرم بتاعه بالنسبه للالكترونيات. امم ده بيخالف حتى التزوير التقليدي اللي احنا بنشهده واللي احنا بنشوفه. فبالقطع وبالطبع هذه الامور الالكترونيه تدخل في اطار الجرائم او هنشملها معانا في جرائم التزوير. طيب.